السلام عليكم وصحة رمضانكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقتي في تحضير طاجين الحلو ولا طاجين البرقوق ولا مرقه حلوه، يعني كل واحد كيفاش يسميها. جبتها لكم مقادير مضبوطه مع السر، يعني باش هذاك المرقه ما تجيكمش كحله وتجيكم يعني اللون تاعها يجي بزاف هايل. والاتيري هنا زينته انا بهذه الطريقه، تزيين يبقى اختياري صح في البنه ماهوش في التزيين. وتانيك باش هذيك المرقه ما يشرحها كامل تجيكم حلوه بزاف وتقهم، يعني قد ما تاكلوا منه ما كمش رايحين تشبعوا منه. نجوز لطريقه التحضير. اول حاجه هنايا عندي كيله، يعني شوفوا الكيله هذيك ماهيش معمره سكر. هنايا باش ما تجيكمش المرقه حلوه بزاف نقصوا شويه السكر. عندي هنا 2 كيلة تاع الماء، يعني دوك ندير معكم الكيله الثانيه. وعندي هنا كيله فواكه مجففه، انا هنا استعملت المشماش والكرز، واستعملت عفوا لي سوغيز والزبيب. وهنا عندي تانيك البرقوق ولا العينه. عندي هنا عود تاع القرفه مع نجمه الارض ومرغرف صغيره تاع الزبده مارغرين. نحط هذيك الكيله تاع السكر، كيله ناقصه 2 صباع سكر في قدره هكذايا ولا في مرميطه، ونزيد لها 2 كيلات تاع الماء. الكيله وشنو تكون معمره. هنايا عود تاع القرفه مع نجمه الارض ومغرف صغيره تاع المارغرين. ماكم رايحين ديروا لا قرفه غبره لا زعفران. الزعفران راح يخلي الصوص تاعكم تجيكم بزاف صفرة، والقرفه القرفه غبره راح تكحل لكم المرقه. انا نخلطهم هكذا شويه ونحطهم فوق النار، يعني نحطهم فوق النار. وكي يبدا يغلي الخليط نكملوا المكونات مع بعض. هنا نسيت ما قلت لكمش تضيفوا هكذا طرونش تاع القارص، راح يعطيكم واحد البنه بزاف بزاف هايله. نحطها فوق النار. وهنايا من جهه اخرى نجيب هذوك الفواكه تاعي، العينه توجور يعني خلوها وحدها، نفرغ عليهم ما دافي ولا ما سخون كيما تحبوا، ونخليهم يتشمخوا شويه. شوفوا برك هذيك العينه يعني مباشره غير فرغت عليها الماء، شوفوا هذاك الماء كيفاش ولا لي كحل، يعني العينه تطلق الكحوليه تاعها. لازم ديروا هالطريقه وتشمخوها وتخلوها يعني حتى تطلق كامل الكحوليه تاعها. هنا كنت صفيت الفواكه هذيك تاع المشماش والزبيب والكليسوريز. وهنايا في ريسيبيو صغير كنت درت شويه تاع القارص، عصرت شويه قارص ودرت طرونش تاع قارص. ونجي هنايا نقشر هذاك التفاح تاعي ونحطو داخل هذاك الماء. التفاح كي ديروا له القارص ماهوش راح يكحل معاكم، وتقدروا تانيك تستغنوا على التفاح في طاجين البرقوق. يعني الطاجين الحلو ولا طاجين مرقه حلوه، يعني ديروا كامل الفواكه اللي عندها الكيوي، اللي عندها الاناناس المجفف، اللي عندها البنان الفراز. يعني دوكا راهي كاينه كامل الفواكه، كاينه حتى المانغا، كاينه كامل الفواكه راهم يجففوها يعني وتستعملوها في طاجين البرقوق. انا هنا اكتفيت برك بهادو الفواكه، يعني كيما بكري كانوا يديروا غير العينه والمشماش والزبيب، يعني هاد 3 وصفات 3 يعني فواكه، ويجي طاجين البرقوق وعليه الكلام. هنايا بعد ما غلات لي هذيك المرقه، يعني غير تشوفوها عفوا هذيك الصوص، يعني هذاك الخليط تاع السكر والماء غير تشوفوه غلا، ديروا له هذيك الفواكه المجففه. وشنو ما ديروش العينه دروك، ديروا غير المشماش والزبيب وهذوك لي سوغيز، هذا ما كان يعني ولا الكيوي ولا الاناناس ولا البنان ولا الفرز ديروه دركا، يعني العينه هي نخلوها التاليه كامل. هنا كي تشوفوا هذاك المشماش يعني بريسك طابلكم هو، وهذوك لي سوغيز والزبيب يعني بريسك دخلهم طياب. نجو هنايا نرمو هذوك العينه، يعني نرمي العينه تاعي. هنا قبل ما نرمي العينه تاعي درت هنايا 2 تاع لي طرونش تاع الاناناس يعني هذاك اللي يجي في العلب مع هذيك العينه هنايا تكون طلقت لي كامل هذاك الكحوليه تاعها، ونضيفها في الاخير هكذا، يعني ما نديرهاش في الاولى باش ما تطلقليش الكحوليه وتجيني المرقه كحله. يعني خليوها حتى في التالي كامل وخليوها طيب يعني في غرضها مع الباقي مع باقي الفواكه. وهنا نزيد نرمي هذوك 2 حبات تاع التفاح اللي كنت خليتهم في الماء والقارص هكذا باش ما يكحلوش معايا، وكي يطيبوا يجي المنظر تاعهم هايل. هنا نغطيها ونخليها تكمل طيب. من جهه اخرى جبت هنايا مغرف تاع السمن، مغرف صغيره برك هذا ما كان ولا نص مغرف كبيره، نحطها هكذا في مقله ونخليها تذوب. وكي تذوب راني رايحه نحمص شويه لوز، يعني لوز اختياري. انا حبيت نضيف اللوز هكذا باش نزين به الطبق تاعي، كميه صغيره برك. يعني هاد الكميه اللي راكم تشوفوا فيها 15000
تحمصوها هكذا في السمن، تبقاو تحركوا فيها حتى تاخذ لكم اللون الذهبي. يعني كي تاخذ لكم اللون الذهبي نحوها وهكا تكون واجده. ما تحمروهاش بزاف، ويعني تبقاو تحركوا فيها باسكو اللوز يبقاو تحركوا في اللوز تاعكم باسكو تمتم يحمر. هنا سي بون راه واجد. هنايا بعد ما طابت لي كامل الفواكه تاعي زدت هنايا كميه صغيره برك تاع لي سوغيز، يعني هاد لي سوغيز اللي يجي في العلب تاعك، ونضيف هذيك الكميه تاع اللوز اللي كنت حمصتها في السمن. اللوز يعني نضيفه دركا هكذا باش يعني ياخذ لي هذيك البنه تاع المرقه. وهنايا راح نضيف 2 مغارف كبار تاع الماء زهر ولا مغرف ونص. هنا راني طفيت على البرقوق تاعي، بعد ما طفيت عليه راني رايحه ندير له 2 مغارف تاع الماء زهر ونصف مغرف لافاني. يعني البنات كي تضيفوا لافاني في طاجين البرقوق تاعكم راح تجيكم واحد البنه بزاف بزاف هايله. انا حبيت نوري لكم برك هذيك لاصوص كيفاش جات اللون تاعها. يعني اللون تاعها جا بزاف بزاف هايل وما جاتش كامل كحله. على هذيك قلت لكم ضروري هذاك البرقوق تشمخوه بما سخون، يعني تخليوه حتى يطلق الكحوليه تاعو باش تطيبوه. نشوفوا هذيك لاصوص كيفاش جات بلا ما درت لها الزعفران، يعني اللون تاعها جا بزاف شباب. هنا كي يطيب لكم طاجين البرقوق سي بون نحيو هذيك الطونش تاع القارص. وهنايا في صحن التقديم جيت زينته بهذه الطريقه. يعني التزيين يبقى اختياري، تقدروا برك يعني ديروه كما كانوا يديروا ناس بكري، يخلطوا الزبيب مع المشماش ومع العينه، يعني ديريكتومون من القدره ويفرغوا، يعني من القدره ولا من الطنجره تاعهم ويفرغوها في الطبسي. انا حبيت نزينه كيما هكذا باش ياتيري. انا يعني طاجين البرقوق صراحه ماشي دائما نديرو. كيما رمضان العام اللي فات ما درتوش كامل، يعني كامل ما طيبتوش، وهاد الخطره يعني طيبته. شنو برك راني حنطيبو، يعني انا نطيبو خطره برك في رمضان لانه ماشي كامل يعني ياكلوه في الدار وما يحبوهش بزاف بزاف. يعني درتو هكذا غير فعل هذا ما كان. المهم التزيين يبقى اختياري. كنت زينت يعني الصحن راهو باين، طريقه راهي باينه. وهنايا نجي نفرغ شويه هذيك لاصوص. انا نكمل نزين الطبق تاعي ونتلاقاو في صحن التقديم. وهنايا بعد ما كملت زينت الطبق تاعي جبت هنا شويه جنجلان ابيض وراني رايحه نديرو فوق هذيك العينه. يعني هو يجي كحل، العينه تجي كحله مع تضيفوا لها جنجلان ابيض راح تجي يعني المنظر تاعها بزاف هايل. وهنايا بعد ما كملت كامل طيبته وحطيته في صحن تقديم وزينته بهذه الطريقه. يعني جا بزاف بزاف هايل. وهذيك المرقه جات يعني ماشي عاقده بزاف وما جاتش خفيفه بزاف وما جاتش حلوه يعني تقهم. يعني صدقوني كي ديروا 2 كيلات معمرين تاع الماء وديروا كيله ناقصه 2 صباع سكر راح تجيكم الحلاوه بزاف هايله. شوفوا هذيك الفواكه تاعي كيفاش طابت لي زبده، يعني هذاك التفاح والعينه والبرقوق راهي طيبه زبده. وشوفوا هذيك لاصوص كيفاش جات، ما جاتش عاقده بزاف وكيما ما جاتش خفيفه بزاف. يعني كي تشوفوها هكذاك ميها وطفوا على الفرن تاعكم تحسبوها يعني راهي خفيفه. لا تزيد هكذا كي تبرد تزيد تعقد وتولي قوام تاعها بهذه الطريقه. وهنا القاعده تاع طاجين البرقوق تقول 2 كيلات تاع الماء مع كيلة تاع السكر. وشنو انا نقصت السكر باش الحلاوه تاع البرقوق تاعي يجيني معتدله. هنايا وصلنا لنهايه الفيديو. انا ما عليا نقول لكم تهلاو في رواحكم وصحه فطوركم.